ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة حلوة مع بعض ان شاء الله هتعجبك وتعجب اولادك. هنعمل صينية بطاطس بيوريه، حاجة كده حلوة جدا وبسيطة وبحشوة اقتصادية جدا ومش مكلفة، من غير لحوم، حاجة كده زي الفل. زي ما بوريكي كده المكونات قدامك، بصل وفلفل وتلات اربع طماطمات جامدين. تقدري تستخدمي فلفل حامي برضو وكمان فلفل الوان لو موجود عندك. والبطل بقى بتاعنا النهاردة اللي هو فول الصويا. هنستبدل اللحوم بفول الصويا. دول يا بنات كانوا 8 كيلو، يعني نص الربع. انا جبت ربع، خدت منه كوبايتين، كانوا بمعدل 8 كيلو. زي ما انت شايفة. هضرب البصل مع الفلفل في الكبة فرم خشن، وبعدين بقى زي ما انا بوريكي همسك فول الصويا وهحط عليه مية دافية. بس يا بنات مش هنقعه وقت طويل، انا بس هحط عليه ميه دافيه كده لحد ما يغطي كل فول الصويا، وبقلب فيه كده زي ما انت شايفه لحد ما كل حبات فول الصويا تاخد الميه الدافيه دي. انت في ساعتها هتلاقيها نفشت معاكي وطريت جدا. فخلاص على كده مش محتاجين نقع ولا محتاجين اي حاجه، هي بس مجرد الدقيقتين دول وهتروحي تصفي فول الصويا من كل الميه بتاعته. تحطيه في مصفايه وتصفيه الميه بتاعته وتضغطي عليه كده ضغطه بسيطه، علشان لو في اي سوائل تنزل. نيجي بقى يا بنات على البوتاجاز زي ما انت شايفه، وهنعمل بقى الحشوه بتاعتنا. حطيت شويه زيت وحطيت كده معلقه كبيره من الدهن، تقدري تحطي معلقه ليا، تقدري تحطي معلقه سمنه او معلقه زبده او معلقه سمنه بلدي. المهم حاجه كده تديكي طعم للحشوه وريحه حلوه. وتقدري طبعا تستخدمي زيت بس. زي ما انت شايفه حطيت البصل مع الفلفل يدبل شويه، وبعدين بقى انا كنت عايزه جزر مبشور. ما كانش عندي جزر طازه عشان ابشره، وما كنتش حاطه جزر مبشور في الفريزر. جبت الجزر المكعبات اللي انا مقطعاه للبسله وهو مجمد كده يا بنات، وضربته في الكبه، وقلت علشان يكون صغير كده يعني كاني مقطعاه صغير جدا ونفع. الحركه دي حلوه جدا وعجبتني جدا. يعني انا عملتها كده في ساعتها وقلت هجرب، لا نفعت لا ما نفعتش، لا بوظت لي الكبه، بس الحمد لله اتكسر كده زي التلج واداني الشكل اللي انت شايفاه ده. كده انا حطيت بقى، وحطيت كمان يا بنات فلفل الوان اصفر، شويه فلفل كده من اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. طلعته على طول وحطيته يتشوح معايا، يدي برضو طعم ويدي قيمه غذائيه ولون للخلطه بتاعتي. وهتحطي طبعا 3-4 فصوص من الثوم. هتحطي 3-4 فصوص من الثوم وتشوحي في الخلطه دي لمده دقيقتين كده. وبعدين بقى تنزلي بالطماطم بتاعتك. انا الطماطم طبعا عندك حريه الاختيار، لا تبشريها لا تقطعيها صغير جدا لا تفرميها فرم خشن في الكبه. زي ما انت شايفه كده نزلتهم على بعض، وهتشوحي فيهم بقى لحد ما الخليط ده يغلي شويه. واول ما يغلي كده وهتلاقيه شكشك كده ويعني اتسبك شويه، هتروحي بقى تنزلي بفول الصويا. زي ما انت شايفه كده هتنزلي بفول الصويا وتقلبي كويس جدا، وتتبلي بقى الخلطه بتاعتك. هتتبلي بالتوابل اللي انت تحبيها والمفضله عندك. انا بقى حطيت ملح، فلفل، كزبره، كمون. حطيت يا بنات بهارات، 7 بهارات، وحطيت بهارات لحمه، وحطيت كمان بابريكا وتوم باودر. كانت خلطة حلوة لذيذة كده، وتوابلها كانت لذيذة، ادتني طعم حلو جدا. وشوية عصير الطماطم اللي انت شايفاهم دول، هم دول بس، ما تزوديش اكتر من كده. وتقلبي بقى في فول الصويا لحد ما ياخد كل الاطعم اللي انت حطيتيها ويغلي كده شوية. وهتلاقي بقى كل التوابل او كل قصدي السوائل نشفت معاكي، فهو كده تمام. هتيجي في الاخر زي كده هتظبطي طبعا الملح، تظبطي فلفل، تزودي شطة براحتك يعني. الخليط يا بنات او الخلطة لازم تكون ناشفة تماما ما فيهاش اي سوائل زي ما انت شايفة قدامك كده. هنيجي بقى للبطاطس يا ست الكل. البطاطس
انا سلقتها في ميه فيها ملح وفصين توم صحيح. هتيجي بقى البطاطس، انا حطيت عليها معلقه سمنه، تقدري تحطي معلقه زبده، تقدري تحطي زيت، تقدري تحطي سمنه بلدي. انا الصراحه حطيت سمنه عاديه فبراحتك يعني. وهتتبلي بقى البطاطس برضو بالتوابل اللي انت حباها. انا حطيت ملح وفلفل وربع معلقه كده من الكمون وتوم باودر وبابريكا. هنهرس البطاطس كويس جدا عشان تكون ناعمه معاكي زي ما انت شايفه كده. يلا لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك وقولي لي رايك بقى في وصفه النهارده، حاجه في منتهى الجمال. هنيجي بقى يا بنات نجيب الصينيه اللي احنا هندخلها الفرن، هندهنها كويس جدا بالسمنه او بالزبده، وهنحط طبقه كده من البطاطس ونفردها في الصينيه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. الفرن بتاعتنا طبعا دلوقتي في الوقت ده شغلت الفرن على درجه حراره عاليه عشان تكون سخنه. هنيجي بقى بعد ما سوينا اول طبقه من البطاطس هنروح بقى نحط الخلطه الجباره بتاعتنا دي، حاجه كده تحفه وحلوه جدا. هتفردي برضو طبقه كده من الخلطه بتاعتك. عايزه اقولك ان انا حطيت في الاخر قبل ما اطفي كده رحت حطيت شويه من الكزبره الخضراء، ادت للخلطه طعم حلو وادتها كمان يعني ريحه حلوه جدا. وبعد بقى يا بنات ما حطينا الطبقه التانية هنحط بقى طبقه كده من البطاطس، بس ايه تكون خفيفه شويه. شايفين يا بنات هنحطها كده وبظهر المعلقه هتسويها بالشكل ده. هتساوي طبعا السطح كله وهتجيبي بقى معلقه من السمنه وندهن كل السطح اللي انت شايفاه ده، او هندهن الصينيه يعني بتاعتنا بالشكل ده كده علشان بس تحمر، وعلشان كمان البقسماط اللي هنحطه على الوش يلزق على البطاطس. هنحط بقى ايه معلقه كده او معلقتين من البقسماط نرشهم كده على الوش عشان صينيه البطاطس تحمر معانا. تقدري طبعا تحطي جبنه موتزاريلا يعني بعد ما تدخليها الفرن، وهتاخد 10 دقايق كده بنات على الارضيه بتاعه الفرن. تحطي بقى موتزاريلا وتولعي عليها الشوايه. انا حطيت الصراحه بقسماط زي ما انت شايفه كده. بس بقى يا بنات زي ما قلت لك التسويه الفرن بتاعتي سخنه، هنحطها على الارضيه بتاعه الفرن 10 دقايق وبعدين ولعي عليها الشوايه لحد ما الوش يحمر معاكي. شايفين بقى يا بنات شكلها بسم الله ما شاء الله تحفه وحلو جدا، وطعمها كمان حلو جدا. تقدري تقدميها مع سلطه، تقدري مخلل، هي الصراحه سلطه وعيش ومخلل بس كده، وتتاكل طبعا دافيه كده هتكون حلوه جدا. شايفين بقى تعالى اوريكم بقى شكلها وطعمها كان خرافه وحلو جدا. جربيها ان شاء الله هتعجبك وهتعجب اولادك، وابقوا قوليلي رايك في الكومنتات، واستنوني في وصفات جديده. باي باي.